السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب جريد 5 من المنهج الجديد للترم الأول. بنتكلم هنا بقى عن فيديو الجرامر. هنا بقى بنتكلم عن جرامر يونت 4، وزي ما احنا متفقين إن الليسنز أو الدروس بتاعت اليونت كلها بتتشرح في دروس مفصلة أو كل درس في فيديو منفصل، والجرامرز نفس الكلام بنشرحه في فيديو منفصل. فاحنا هنتكلم النهارده عن الجرامر بتاع يونت 4 لجريد 5. يونت 4 يا شباب بنتكلم عن قاعدة جرامر حلوة جدا أو مميزة جدا، قاعدة حروف جر الوقت on and at. خلاص يا شباب، وليها كده يعني غنوه حلوه كده بتاعت استاذنا الكبير عمر عبد الرحيم اللي هي on and at ايام شهور ساعات. فانا هنا بتكلم يا شباب عن حروف جر بس الوقت، حروف جر الوقت اللي هي عندي on و in و at. دي بقى لازم نركز فيها كويس جدا ونعرف الفرق بينهم، ان on بتيجي مع الايام او اي حاجه فيها كلمه day، in بتيجي مع شهور السنه، فصول السنه، السنين والفترات بتاعت اليوم. طيب ات بتيجي مع الاوقات او اي حاجه فيها كلمه تايم. خلاص كده يا شباب، تعالوا مع بعض بقى على البورد نشرح الكلام ده وبعد كده نطبق عليه بتمارين كويسه. طيب احنا بنتكلم دلوقتي يا شباب عن جرامر، عن سيشن الجرامر او فيديو الجرامر الخاص بيونت 4 لجريد 5، واللي بيتكلم عن قاعده ايه؟ البريبوزيشنز اوف تايم اللي هي قاعده on in at ايام شهور ساعات. خلاص كده يا شباب. طيب نبدا اول حاجه بون. اول حاجه هنبدا بحرف الجر اون يا شباب، وده بيجي مع حاجتين، ده بيجي مع الدايز، بيجي مع الايام. خلاص كده، او اي حاجه فيها كلمه داي يبقى بيجي مع الايام الاسبوع اللي هم السبع ايام بتوع الاسبوع، او حاجه فيها كلمه داي زي مثلا هوليداي، زي كلمه هوليداي، زي كلمه صاني داي، زي سكول داي، زي بيرث day، زي ماذرز داي. خلاص كده. طب الايام عندنا بقى ايام اسبوع زي مثلا on Saturday يوم السبت مثلا، on Saturday، on Monday يوم الاثنين مثلا، on Friday يوم الجمعه. اي يوم من ايام الاسبوع بجيب قبليه ايه يا شباب؟ حرف الجر on، او اي حاجه فيها كلمه day زي holiday، sunny day، school day، birthday، mother's day. اي حاجه فيها كلمه day بيجي برضو مع كلمه on the weekend. طبعا نهايه الاسبوع ده يوم، فالويكند برضو بتاخد حرف ايه؟ حرف الجر on. خلاص كده. برضو عندي on time هنا يعني في الوقت المحدد، فانا عندي الحاجات دي بتاخد حرف الجر on. يبقى عندي رقم واحد بجيبه مع الايام، ايام الاسبوع السبعه، السفن دايز، بجيبه مع اي حاجه فيها كلمه داي زي holiday، sunny day، school day، birthday. خلاص. وبتيجي مع الويكند وبتيجي مع كلمه on time. ده بالنسبه لحرف الجر on. طيب حرف الجر ان بقى يا شباب، حرف الجر ان ده مميز جدا وده يعتبر الجوكر بتاعهم. ده بيجي مع شهور السنه. خلاص كده. بيجي مع المونثs شهور السنه، ال 12 شهر. بيجي مع فصول السنه، بيجي مع فصول السنه اللي هي السيزونز، الاربع فصول بتوع السنه. ده بيجي مع الييرز، بيجي مع السنين. خلاص كده. زي مثلا احنا 2025 مثلا. بيجي مع فترات اليوم زي مثلا in the morning في الصباح، in the evening في المساء، in the afternoon في الظهيرة. خلاص كده يا شباب. الثلاث فترات بتوع اليوم in the morning، in the evening، in the afternoon بياخدوا حرف الجر ايه؟ بياخدوا حرف الجر in. طيب نبدأ مع بعض. بيجي مع شهور السنة. احنا في شهر مثلا ايه؟ نوفمبر، اقول in November. يبقى بيجي مع ال 12 شهر بتوع السنة، اي شهر بياخد in. طب فصول السنة احنا مثلا في الشتاء هنقول in winter او in winter، in winter او in winter. الفصول اربعة in summer، in winter، in spring، in autumn او in fall. احنا في 2025 فهنقول in 2025 او اي سنه. خلاص كده يا شباب. ده حرف الجر in بيجي مع فصول السنه، شهور السنه، السنين، والثلاث فترات بتوع اليوم في الصباح، في المساء، في الظهيره. طب اخر بقى حاجه حرف الجر at. ده بيجي مع الاوقات او بيجي مع الساعات. خلاص كده يا شباب. او بيجي برضو مع اي حاجه فيها كلمه تايم زي مثلا عندنا مثلا at 10 o'clock الساعه 10، at
9 p.m. الساعة 9 مساء. at 5 a.m. الساعة 5 صباحا. يبقى a.m. يعني صباحا، p.m. يعني مساء، وclock يعني الساعة. يعني لو جاب لي وقت أي ساعة clock أو p.m. أو a.m. بنجيب قبلها at. طيب بيجي مع كلمة time زي إيه؟ زي at lunch time وقت الغداء، خلاص كده يا شباب. at break time وقت الفسحة، خلاص كده. at breakfast الوجبات، ده اللي بيجي معاه كلمة at. طيب في حتة تريكي بقى هنا يا شباب عايزين نختم بيها، ألا وهي on. احنا اتفقنا مثلا ان الشهور بتاخد ان، مثلا جون شهر 6 هقول قبليه ايه؟ ان جون، لان الشهور بتاخد ان. طب لو جبت بقى تاريخ بقى كامل، لو قلت مثلا جون 25 25 جون، طالما في رقم او طالما في يوم هخليها on مش ان. ناخد بالنا كويس جدا يا شباب، لو الشهر بس الشهر لوحده بقول ان. طب جاب لي شهر ويوم، طالما في يوم او طالما في رقم ليوم بخليها on. خلاص كده يا شباب. يعني هنا قلت ان جون هنا في شهر 6. طيب لو انت هنا جون 25 او 28 مثلا اخليها on بدل ان، هتبقى ايه؟ on. يبقى طالما في يوم بنحط on. ده بالنسبه يا شباب للفرق ما بين on in at ايام شهور ساعات. يلا بينا بقى على البورد نحل على تمارين على examples على القاعده دي. اوكي طيب نحل مع بعض. يلا هنا جايب لنا تمارين على القاعده هنتدرب عليها مع بعض. اول حاجه معانا الجمله دي بتقول، طبعا زي ما احنا اتفقنا ان الاس بي ده يعني التمارين دي من الستودنت بوك كتاب المدرسه. خلاص اوكي. اول جمله بيقول لي غاده فيزيتد الكسندريا جولاي. جولاي ده اللي هو شهر 7، فاحنا اتفقنا ان الشهور بتاخد ان، فهتبقى ايه؟ ان جولاي. طيب ليتس ميت، يلا بينا نتقابل 3 كلوك. طبعا دي الساعه 3، وطبعا اتفقنا ان الساعات او الاوقات بتاخد ات، فهنقولها at 3 كلوك. طيب ماي بيرثداي بارتي از فرايداي. طبعا فرايداي اللي هو يوم الجمعه، واتفقنا ان الايام بتاخد on، يبقى هنقول on Friday. طيب I like to relax the evening. اتفقنا ان الثلاث فترات the evening, the morning, the afternoon بياخدوا n، فهنقول in the evening. خلاص. I was born June 1985. هنا بقى نقف بقى يا شباب. هنا جاب لي بقى التاريخ كامل. طالما التاريخ كامل في يوم، بدل ما هتبقى in هتبقى ايه؟ هتبقى on. طب ليه قلناها on يا مستر؟ عشان في هنا في يوم 18. طب لو كان جاب لي جون بس كنت هقول ان. طب لو كان جاب لي 1985 بس كنت هقول ان. بس طالما جايب لي التاريخ كامل وفي يوم يبقى هنخليها on. خلاص كده. اوكي. سلمى was born December. اتفقنا ان ديسمبر ده اللي هو شهر 12 والشهور بتاخد ان. طيب I prefer studying night. دي ما قلتهاش عفوا. احنا عندنا بقى الفترات اللي هي عندنا فترة night اللي هي بالليل، والميد نايت اللي هي نص الليل، وعندي الميد داي نص اليوم، وعندي النون اللي هي فتره الظهيره بالظبط. كل دول يا شباب بياخدوا ات. يبقى اي كلمه من دول وانا مغمض بقول at night, at midnight, at midday, at noon. اي واحده من دول بياخدوا at. فانا عندي كلمه نايت بتاخد ايه؟ بتاخد at. خلاص. The restaurant is very busy. المطعم مشغول جدا. lunch time. اتفقنا ان اي حاجه فيها كلمه تايم ده وقت الغداء، والوجبات بتاخد at، وده وقت يبقى نقولها ايه؟ at lunch time. طيب my uncle moved to Alexandria 2022. هنا ده سنه، والسنين قلنا بتاخد in، فهنقولها in 2022 عشان ده سنين او سنه. طيب Mona likes walking on the beach. هنا the morning. اتفقنا ان الثلاث فترات بياخدوا in، فهنقولها in the morning. خلاص كده يا شباب. ده بالنسبه للقاعده دي، قاعده on وin وات ايام شهور ساعات. اتمنى رب يكون مفهومه وواضحه وفهمناها، وما نتلخبطش ولا نحاول نلخبط نفسنا فيها. نركز كويس جدا هو جايب لي يوم ولا شهر ولا سنه، ونحاول نتدرب عليها كويس جدا وكتير جدا. بالتوفيق يا شباب، اشوفكم على خير دايما موفقين. انا احمد صار and thank you so much.